قصة موسى عليه السلام الجزء السادس. وقفنا المرة اللي فاتت عند فرعون لما أمر إن السحرة اللي أمنوا كلهم تتقطع إيديهم ورجليهم. السحرة اللي كانوا موالين لفرعون بيتقتلوا لمجرد إنهم آمنوا بموسى عليه السلام. ودي عادة الطواغيت، إنهم في أي لحظة ممكن يقتلوا أي حد، حتى الموالين ليهم اللي نصروهم قبل كده علشان يحافظوا على ملكهم. طبعا فرعون ما قدرش يعمل حاجة لموسى عليه السلام، لأنه لو قتله هيتحول لشهيد مظلوم، وهتحصل فتنة كبيرة جدا في البلد، لأن الناس كلهم شافوا اللي حصل. فموسى عليه السلام في موضع قوة دلوقتي، وفرعون كان ذكي، كان عايز يلم الموضوع في الموقف ده لحد ما يدبر ليه مكيدة تانية يخلص بيها منه. الشعب شاف كل اللي حصل ده قصاد عينهم، وعرفوا صدق موسى عليه السلام، وإن هو اللي معاه الحق. ومع كده محدش فيهم آمن بموسى عليه السلام. من شعب مصر كله ما آمنش إلا 3 أشخاص غير السحرة، أولهم ابن عم فرعون، وطبعا كان بيخبي إيمانه، لأنهم لو عرفوا إنه آمن بموسى هيتعرضوا له بالقتل زيه زي السحرة. فكان بيحضر الاجتماعات مع فرعون وباقي الملأ، ومحدش عارف إنه مؤمن. وكان الملأ في مجالسهم بيحرضوا فرعون إنه يقتل موسى أو حتى يأذيه، ويقولوا له: هو أنت هتسيب موسى يفسد في الأرض ويخرب عقول الناس، ويدعوهم إنهم يعبدوا إلهه ويسيبوا عبادتك؟ قال فرعون: انتوا بس ادوني تفويض من الشعب عشان أقتل موسى، ويبقى يستنجد بربه ينقذه أو يمنعه مني. أنا خايف على مصلحتكم كلكم، لأن ده جاي عايز يغير دينكم ويفسد في الأرض ويخرب البلد، ده على أساس إن هو مش خايف على ملكه، وإنه خايف على مصلحة الناس. الراجل المؤمن لما سمعهم بيتكلموا عن قتل موسى عليه السلام بدأ يكلمهم عشان يحاول يمنعهم من قتله، وفي نفس الوقت من غير ما يفهموا إنه بيعمل كده علشان هو مؤمن. فكان بيقول ليهم كلام منطقي يقنعهم ويخاطب عقلهم. قال لهم: انتوا عايزين تقتلوا واحد لمجرد انه بيقول الله ربي؟ ما تسيبوه يقول براحته، ده جالكم بدليل ومعجزة تثبت للناس انه فعلا رسول من عند ربنا وتؤكد صدق كلامه. الراجل المؤمن ده عاوز يقول ليهم: انتوا كده موقفكم بقى صعب ومحتاج خطط تانية غير القتل، سيبوه خالص. ولو كان موسى كذاب فهو اللي هيتحمل لوحده نتيجة كذبه، وهيتفضح أمره، والناس مش هترحمه. وبعدين بدأ يزود أكتر في الكلام ويتكلم بوضوح أكبر، فقال: كفاية إنكم متمسكين بدينكم الغلط، يعني انتم مفكرين عشان عندكم سلطان وقوة وقهرين لبني إسرائيل يبقى انتوا كده محدش هيقدر يقهركم؟ طيب مين اللي هينجينا من قوة ربنا وقهره وعقابه لو نزل علينا؟ فهنا بدأ فرعون يعرف ان الراجل المؤمن ده آمن بموسى عليه السلام واتبعه، فبدأ يغضب، وجنون العظمة رجع له تاني، ووجه كلامه للناس قبل ما يتأثروا بكلام المؤمن، وقال: أنا رأيي هو الصح، ومش بعمل غير عشان مصلحتكم، ومصلحتي هي مصلحتكم، وأنا مش بقول ليكم غير الصح، وهو إني أقتل موسى. أنا لو سبته هيغير دينكم ويخرب البلد،
فقال الرجل المؤمن: أنا خايف عليكم، لو قتلت موسى هيحصل ليكم زي ما حصل يوم الأحزاب. الأقوام اللي تحزبوا ضد أنبيائهم نوح وهود وصالح واللي جم بعديهم ربنا أهلكهم جميعا. فلو اتجرأتوا عليه وأذيتوه ربنا هيهلككم زي ما أهلكهم. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. ويوسف كان جايلكم بالبينات هو كمان، وفضلتم شاكين في الدين اللي جه بيه، عشان كده وصلتوا للضلال اللي انتوا فيه دلوقتي. اسمعوا كلامي، هوصلكم للطريق الصح. يا جماعة كلنا هنموت في النهاية، وقتنا في الدنيا قليل، فما تتغروش بالمتعة البسيطة اللي معاكم وتنسوا يوم القيامة والآخرة دار الاستقرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وأنا ليه كل ما أدعوكم لاتباع دين موسى الحق عشان تدخلوا الجنة، انتوا تدعوني للكفر بالله، وكده هدخل النار. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. للأسف بعد كل ده محدش فيهم اقتنع، ومنعهم كبرهم إنهم يؤمنوا بموسى عليه السلام. فقال لهم: بكرة تشوفوا وتعرفوا لما تحصل الكارثة إني كان معايا حق، بس ساعتها مش هينفعكم أي ندم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. هم كانوا عارفين إن موسى على حق وإن المؤمن ده كلامه صحيح، لكن كانوا متكبرين عن اتباع الحق. فلما لقوه بيتكلم كده عرفوا كلهم إنه آمن لموسى عليه السلام. طبعا بقوا عاوزين يقتلوه ويخلصوا منه، لكن ربنا نجاه من بطشهم. الشخص التاني اللي آمن برسالة موسى زوجة الراجل المؤمن ده، وكانت بتشتغل ماشطة لبنت فرعون، وكانت هي كمان أمنت مع زوجها في السر. وفي يوم من الأيام وقع المشط من إيدها، فقالت بتلقائية: بسم الله. فابنة فرعون التفتت وهي بتسألها: الله ده أبي؟ فالمرأة قالت لها: لا، الله ربي وربك ورب أبيك. فالبنت غضبت وقالت لها: انت عندك إله غير أبي؟ راحت البنت الفرعون وحكت له عن موضوع الماشطة، فجابها وسألها وهو غضبان: انت بتعبدي رب غيري؟ فالمرأة قالت: نعم، ربي الله. فأمر الجنود إنهم يجيبوا وعاء كبير ويحطوا فيه زيت، ويولعوا النار تحت الزيت ده لحد ما بقى بيغلي، وكل ده وهي شايفة. فكرر عليها السؤال، وهي كررت نفس الإجابة بكل ثبات ويقين. جاب أطفالها ال5 للقصر، فكانوا شايفين اللي بيحصل ومفزوعين من المنظر، مسكين في أمهم مش فاهمين فيه إيه. خافت فرعون ياخدهم، فبقت تحاول تحضنهم وتمسك فيهم كلهم، لكن هي ما عندهاش غير إيدين 2 بس، فمش عارفة تحمي مين ولا مين. وفجأة أمر فرعون الجنود إنهم ياخدوا الطفل من الأطفال، وكانت بتشد بكل قوتها، فيسيبوه ويمسكوا التاني. أخدوا منها 1 وجروه وهو بيبص لأمه ويعيط ويقول لها ساعديني، وهي بتبكي. أخدوه بعيد عنها قدام عينها، رموه في الزيت المغلي، وهي لحظات والطفل غاب وسط الزيت، وبعدها عظمه طلع على وش الزيت. قلب الأم بقى قايد نار وحرقة، وفرعون يسألها: ليكي إله غيري؟ وهي تقول من بين الدموع بكل ثبات ويقين: ربي وربك الله. فياخد الجنود طفل تاني ويجروه وهو بيبكي ويصرخ ويستغيث بيها،
ومفزوع أكتر من الأول بعد ما شاف اللي حصل لأخوه. وأمهم شايفة المنظر ولا حول لها ولا قوة. رموه في الزيت وبعديه التالت وبعديه الرابع، ما تبقاش معاها إلا رضيعها الصغير. بقت تضم بكل قوتها لحضنها وكأنها بتتمسك بآخر نفس ليها في الحياة. لكن جنود فرعون سحبوه من إيدها وأخدوه رموه في الزيت المغلي هو كمان. ال5 أطفال كلهم ماتوا، وشافت عظامهم وهي بتطفو على وش الزيت. شريط ذكرياتها معاهم بيتعاد قصاد عينيها، وكل ده وهي ثابتة لله ومحتسبة. طلبت المرأة من فرعون إنه بعد ما يقتلها إنهم يجمعوا عظامها وعظام أبنائها في قبر واحد. فقال ليها فرعون: ذلك لك علينا من الحق. قال فرعون: يعني حقك علينا إننا ننفذ لك طلبك. ورموها في الزيت وماتت. عوضها ربنا سبحانه وتعالى هي وأبنائها جنة عرضها السماوات والأرض. وكلنا عارفين إن غمسة واحدة في الجنة تنسي أشد أهل الأرض بؤسه. الشخصية الثالثة اللي آمنت بموسى عليه السلام كان شخص غير متوقع خالص من وسط القتل والظلم ده، وهي آسيا زوجة فرعون. تؤمن بموسى عليه السلام. ويجي السؤال هنا: زوجة الفرعون تؤمن؟ طب إزاي؟ هي مش خايفة منه؟ مش خايفة يقتلها ولا يعذبها؟ طيب إزاي تؤمن أصلا وهي السيدة الأولى لمصر ساعتها؟ هي الملكة، عندها كل حاجة تحت إيدها، الأموال والقصور والمجوهرات والخدم، وزوجها بيحبها جدا. يعني عندها كل ما تتمناه أي مرأة. هي عايزة إيه أكتر من كده؟ إن بكل بساطة هي عرفت إن كل ده زائل ولا يقارن بجنة عرضها السماوات والأرض يعيش الإنسان فيها أبدا. وزي ما قال واحد من الصالحين: ماذا وجد من فقد الله؟ كل نعيم الدنيا ملهوش أي لازمة ولا أي قيمة لو كان الإنسان بعيد عن ربنا. اللي عرف ربنا وعاش في هدايته فاز بالنعمة التامة الكاملة الحقيقية. طيب يا ترى الناس هتقول عليها إيه؟ وهتواجه المجتمع إزاي؟ هتواجه زوجها المجنون اللي بيقول إنه إله إزاي؟ اتنازلت عن كل ده وواجهت كل ده. إيمانها بالله كان قوي وراسخ زي الجبال. ومن أراد الآخرة سعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلنا عايزين النعيم في الآخرة، لكن مين اللي بيسعى السعي الصحيح عشان يحصل على النعيم ده؟ طبعا آل فرعون لما عرفوا إنها آمنت كتفوها بالحبال وسحبوها وصلبوها وعذبوها وهي ثابتة وبتضحك، والناس قالوا عليها مجنونة. بنعذبها وبتضحك، وكل ده وهي ثابتة بكل يقين، مش زي بعض الناس مجرد ما ربنا يحط لهم ابتلاء بسيط في طريقهم أول حاجة يتنازلوا عنها هي الدين. آسيا ضربوها بالسياط لحد ما الجلد كشف عن اللحم. فبعت ليهم فرعون إنهم يسألوها لو هي عايزة أنا ممكن أخلصها من العذاب ده، بس تكفر بإله موسى، ولو رفضت اقتلوها. فسألوها ترجع عن كلامك، فقالت لأ، آمنت بالله رب موسى وهارون. فأخدوها عشان يقتلوها بصخرة عظيمة جدا وضخمة. فقالت قبل ما تتقتل: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يا رب ابن لي عندك بيت في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. فربنا في اللحظة دي كشف عنها الحجاب
وخلاها تشوف أثرها في الجنة وهي في الدنيا. هما إزاي كده كانوا على يقين، وإزاي ما تهزوش وقت الموت؟ لأن هما أمنوا وعرفوا إن الموت هو بداية النعيم أو بداية الشقاء. عشان كده لازم نختار لنفسنا الطريق الصح. وكانت إيه النهاية للي اختار الطريق الصح؟ ربنا خلت ذكره في القرآن إلى يوم القيامة، وبقى اسمه مؤمن آل فرعون، وهو الآن في جنات عرضها السماوات والأرض. والتاني زوجته الماشطة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج وشم رائحة جميلة، وسأل إيه الرائحة الجميلة دي؟ جبريل عليه السلام رد عليه وقال له إن دي رائحة ماشطة بنت فرعون وأبنائها وهي في الجنة. والتالتة آسيا امرأة فرعون، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها من الأربع النساء الكاملات، وورد في بعض الأحاديث الضعيفة إنها تكون زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكنها ضعيفة، فالله أعلم هتكون زوجة فعلا ولا لا. لكنها بقت مضرب المثل للمؤمنين رجال ونساء إلى يوم القيامة في قوة الإيمان والثبات في المحنة واليقين، رغم وجودها تحت سطوة أشد طواغيت الأرض قوة وجبروت. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، أيوة تألموا في الدنيا وخافوا وتقطعت قلوبهم من الحزن، لكن الله لا يخذل أبدا إنسان ضحى بشيء من أجله، سبحانه هو أكرم الأكرمين. والعبرة في النهاية بمين ليه الأجر من الله على الصبر الجميل. طيب فرعون عمل إيه بعد كده؟ صرف نظر عن قتل موسى علشان ما ينزلش عليهم العذاب زي ما المؤمن قال لهم. كان فرعون والملأ لسه برضو عايزين يشوفوا حل للموضوع ده، يعملوا إيه دلوقتي؟ كده الأمور هتخرج من تحت سيطرتهم. قالوا مش موسى كان عايز يرفع الظلم عن بني إسرائيل ويطلعهم من مصر؟ إحنا بقى ننتقم من بني إسرائيل دول. وطبعا بني إسرائيل لما يشوفوا إن حصل ليهم الأذى بسبب موسى هيقلبوا عليه، ويبقى انصراف الناس عن الإيمان بموسى جات منهم هم. وكان موسى عليه السلام بيدعو في بني إسرائيل إلى الله في السر عشان ما يلفتش نظر فرعون وجنوده للي بيؤمنوا من بني إسرائيل. وقعد في مصر فترة من الزمن وهو عنده طلب محدد من فرعون، وهو إنه ياخد بني إسرائيل ويخرج من مصر. وفرعون رافض تماما، لأن لو موسى أخد بني إسرائيل هيحصل انهيار كبير في البلد. مين اللي هيعمل الأعمال اللي بيستغل العبيد بتوعه فيها، واللي هي بالنسبة لفرعون أعمال مش بتليق بالملوك وبالطبقة الأرستقراطية بتاعته، زي مثلا الناس اللي بيعتمدوا على جمع القمامة واللي بيغسلوا ليهم الصحون طول عمرهم، واللي بينسقوا الجنينة بتاعته وبينظفوا حظيرة الحيوانات. فلو فجأة ما بقاش في حد يشتغل ليهم الشغل ده في بيوتهم هيبقى ايه الوضع؟ فرعون أمر جنوده إنهم يبدأوا خطة الانتقام اللي هتخلصهم من دعوة موسى وهتحفظ ليهم الملك والعبيد والسلطان زي ما هم تحت قبضتهم. فرجع تاني يقتل أبناء بني إسرائيل ويسيب النساء للخدمة والاستعباد، وبدأت المجزرة، قتل واعتقال وظلم وقهر. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فموسى عليه السلام قال لقومه من بني إسرائيل استعينوا بالله على ظلم فرعون واصبروا على اللي بيعملوا. التغيير مش هيحصل بين يوم وليلة. علشان ربنا يمكن لينا وينصرنا لازم هنعدي على الابتلاءات
عشان ربنا يشوف صبرنا، وفي الآخر هتلاقي اللي يقر عيونكم ويفرحكم بعد التعب والصبر. موسى عليه السلام قال لقومه من بني إسرائيل: استعينوا بالله على ظلم فرعون واصبروا على اللي بيعمله. التغيير مش هيحصل بين يوم وليلة. علشان ربنا يمكن لينا وينصرنا لازم هنعدي على الابتلاءات علشان ربنا يشوف صبرنا، وفي الآخر هتلاقوا اللي يقر عيونكم ويفرحكم بعد التعب والصبر. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. طب كان إيه رد فعل بني إسرائيل عليه؟ قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني قالوا له: إحنا في ظلم وقهر وقتل من قبل ما تيجي وحتى من بعد ما جيت، وما عملتلناش حاجة، يعني مفيش جديد، وإحنا كنا متصورين إنك هتنقذنا من الهم ده. فمحدش سمع كلام موسى عليه السلام، والشباب بس هم اللي سمعوا كلامه، لأنهم كانوا لسه سنهم صغير وما كانوش لسه اتشبعوا بالظلم والقهر والخضوع اللي آبائهم اتعودوا عليه ورضوا بيه. ومع ذلك كانوا خايفين برضو من بطش فرعون، لكن ما استسلموش. كانوا مصممين إنهم يتبعوا الحق مهما كانت العواقب رغم خوفهم الشديد من فرعون. فموسى عليه السلام قال لهم: اتوكلوا على الله لو كنتم فعلا صادقين في إيمانكم بالله القوي العزيز مالك الملك، بس لازم تثبتوا كويس الأول عشان تعدي من الاختبار ده على خير ورضا من ربنا. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا له: اتوكلنا على الله ودعوا إن ربنا ينجيهم من فرعون وجنوده. فقالوا: على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. إيه اللي حصل مع فرعون بعد كده؟ ويا ترى كانت العصا والإيد آخر المعجزات ولا كان في معجزات تانية؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي من قصة موسى عليه السلام.